ثم أما بعد، فمن أهم الأسباب التي تجعل المؤمن ينجرف إلى الموبقات والشهوات والشركيات والخرافات مما سبق بيانه من على هذا المنبر في خطب سابقة، من أسباب المصائب التي تجعل المؤمن سريع الانجذاب إلى التمرد على الله جل وعلا في أمور التوحيد والإخلاص، وفي أمور العبادات المحضة الكبرى، تركا أو مخالفة أو عصيانا وتمردا، مما نراه اليوم في أحوالنا الإيمانية وفي أخلاقنا وفي بيوعنا وفي عقودنا وفي عهودنا ومواثيقنا التي ننقض أغلبها ونخرم كثيرها استجابة لأمور كثيرة مرجعها واحد هو عدم الثقة بالله جل وعلا، لأننا نعتقد آنئذ إذ نخرم هذا الأمر أو نخالف هذا النهي أننا بذلك سنكسب ربحا أو نكسب مصلحة دنيوية أو نكسب زواجا أو بيتا أو رفاهية أو منصبا إلى غير ذلك من المطامع التي تجعل الإنسان يخالف أمر الله عز وجل ويكون من المتمردين على شريعته. أمر أساس في دين الله عز وجل وجب أن نذكر به أنفسنا جميعا، وهو الكفاية بالله جل وعلا، لأن اضطراب الثقة بالله سبحانه وتعالى يرجع إلى نوع من الجهل بالله على مستوى الاعتقاد، نوع من الجهل بالله. نحن مسلمون والحمد لله لا شك، لكننا نعاني من جهل جزئي وقد يتسع على حسب وضع الإنسان وقربه أو بعده من الله جل وعلا ومن كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، جهل به سبحانه بما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه من حقائق ربوبيته، من حقائق ربوبيته، أي بما هو رب للعالمين الذي نحمده سبحانه وتعالى كل صلاة أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، مبتدأ الفاتحة ومبتدأ القرآن الكريم وأساس الصلاة على الأبد دائما صباح مساء، واجبا في عنق كل مسلم أن يحمد هذا الرب بهذه الصفة، رب العالمين، أي مدبر أمر الكون والملك والملكوت. ثنائية ينبغي أن تعلم وأن تعتقد وأن تستحضر لدى المؤمن دائما وأبدا الليل والنهار في كل تصرفه، فإذا حضرت أمن كثيرا من الزيغ والضلال. هذه الثنائية تشبه إلى حد بعيد الثنائية التي خلق الإنسان عليها وفطر عليها، يعني كما أن الإنسان مبني على ثنائية، جوج حوايج يعني ثنائية، الروح والجسد أو الروح والطين، والروح حاكم على الطين ولا ينبغي أن يحكم الطين على الروح، يعني هذا الأصل في الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أن تكون هذه الروح مهيمنة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لأن الجانب الغرائزي إذا سيطر أغرق الروح في وحل الشهوات، أغرق الروح في وحل الشهوات. فهكذا الجسم، وهو واضح معلوم لدى العامة والخاصة، هذه الثنائية في تكوين الإنسان روحا وجسدا، وهو نص القرآن الكريم، يعني ما ينتج عن ذلك هو نص القرآن الكريم الذي وضحه سبحانه وتعالى بقوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قابل الإنسان للخير بالنزوع نحو الملأ الأعلى إشراقا وعروجا إلى صفاء الروح، وقابل أيضا للعكس للنزول والهبوط إلى الدركات السفلى استجابة لنوازع الطين. كما أن الإنسان هكذا في نفسه، أنا وأنت وكل مخلوق، فالكون كله هكذا، الكون كله أيضا هكذا
خلق الله الممتد من الأرض إلى السماوات ومن السماوات إلى الأرض كلهم مبني على هذه الثنائية، لكن بصورة أخرى هي التي تحدث عنها القرآن في غير ما آية وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أصول الاعتقاد من البديهيات، لكن لها صورة عجيبة حينما نتأملها ونتدبرها. هي عالم الغيب وعالم الشهادة، هذه ثنائية. هذه الثنائية يعني نجهلها على مستوى التدبر والتذكر. هي عند الناس كاملين كيعرفوا، الناس كاملين كاين الغيب وكاين الشهادة، ولكن شيء مطلوب لا يعيشونه، وهو أنه في حياتك في تصرفك لما تبيع ولا تشتري ولا تصرف أي تصرف أو تقوم بأي أمر لابد أن يحضر في ذهنك وفي وجدانك التصرف بمقتضى هذه الثنائية، يعني عالم الغيب وعالم الشهادة. كيف ذلك؟ واضح جدا في دين الله وفي عقيدة الإسلام بما هو مسطر في القرآن الكريم في غير ما آية وسورة، أن الله عز وجل قد رتب مقادير الخلق قبل خلق الخلق. الله جل وعلا قد رتب مقادير الخلق قبل خلق الخلق، وهذا متواتر الكتاب والسنة، يعني ما يسمى بالقضاء والقدر. الله جل وعلا بعلمه الأزلي الأبدي، يعني علم الله سبحانه وتعالى، العلم دياله سبحانه ما عمره ما عنده البداية، أزل، وما يمكنش العقل البشري يستوعب هذه الحقيقة، لأنه إذا أراد أن يستوعب معنى الأزل يعني علم الله كان ما عمره ما بدا، يعني كان بواحد الشكل اللي العقل البشري ما عندوش القدرة يحدد البداية دياله، لأنها ترتبط بوجود الله، ووجود الله سبحانه وتعالى ابتداء أو أول لا ابتداء له، أول لا ابتداء له، هو الأول والآخر، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه. العقل البشري عاجز عن استيعاب هذا، وهذا معنى الربوبية، هذا كونه رب سبحانه، لأنه إذا أراد العقل أن يتصور بالسين يعني يطلع الصور، إذا أراد أن يتصور علم الله فمعنى ذلك أنه سيصير له علم الأولين والآخرين، العلم الأزلي، وهذا مستحيل، وهذا معنى الربوبية. ينفجر العقل ولا يستطيع أن يحيط بهذه الحقيقة، ليكون هذا العقل من الخاضعين. هنا يتعلم العقل البشري العبودية لله، أن يخضع لهذا الرب العظيم الذي أحاط بكل شيء ابتداء وانتهاء. هذا علمه سبحانه، وفي علمه سطر قدره كليات وجزئيات، يعني الأمور الكبيرة والأمور الصغيرة ولو ترتبط بنملة ولو بحشرة، فما بالك بأي فعل من أفعال بني آدم. كل ذلك واقع في علم الله قبل أن يقع في الأرض. هذا الذي ينبغي أن نستحضره. كل شيء من الحوادث والنوازل كبيرة صغيرة كما بغت تكون، مما هو واقع في الأرض أو وقع في التاريخ أو سيقع في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، قد وقع بالفعل في علم الله. هو مولاه سبحانه الذي سطره والذي دبره والذي قدره، وقدر كل شيء فقدر كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه جل وعلا. فهذه يعني هو العمق ديال الوجود المادي ديالنا نحن معاشر البشر. هذا الحضور في الوجدان ديال الإنسان وفي العقل ديال الإنسان وفي الإحساس ديال الإنسان حضور عالم الغيب، باعتباره قد رسمت فيه خريطة الحوادث البشرية، خريطة ديال جميع النوازل والحوادث البشرية مرسومة في عالم الغيب قبل أن تقع في عالم الشهادة، والشهادة مصدقة لعالم الغيب. يعني هذه التصرفات ديالنا في الأرض التي نتصرف فيها بمقتضى قضاء الله وقدره، وإنما للإنسان أو عليه كسبه، فنحن مبتلون بهذا الكسب في هذا الذي يسر لنا من أمورنا جميعا. إنسان مبتلى بكسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والحوادث واقعة في علم الله سبحانه وتعالى، عالم من كل شخص ومن كل حادثة ومن كل أمر متى يقع وكيف يقع وكيف يقع وما نتائجه وما مقدمته وأسبابه. إذا حصل هذا للمؤمن فإنه آنئذ يتصرف في كل أموره بطمأنينة نفس، طمأنينة وسكينة إيمانية عميقة عالية،
تجعله يعلم علم اليقين بأنه لا يكون إلا ما كون الله، ولا يكون إلا ما أراد الله جل وعلا، وأنك في تصرفك بالأسباب التي وجب أن تدخل فيها، لأننا مكلفون بها. يعني هذا الشيء ما خصوش ينتج في الدين ديالنا كما هو معروف واضح بالنصوص الوفيرة الكثيرة، ما خصوش ينتج عقلية توكلية، يعني الإنسان يترخى وينعس ما يخدمش ما يتحركش، لا كلا، بل نحن مكلفون شرعا بالدخول في الأسباب. اللي ما ياخذش بالأسباب ديال العمل وأسباب ديال الخير فهذا مثله كالذي لا يصلي أو لا يصوم، لأن أسباب العبادة أن تعبد الله عز وجل وجب أن تعبده بأسباب من أفعال وحركات وهيئات، فكذلك يعبد أيضا بالعمران البشري في الأرض، يعبد بالبناء وبالصناعة وبالتجارة وبالمهن وبالاختصاصات، بالعمران أي بعمران الأرض بشتى أنواع التصرفات المفيدة الصالحة المصلحة. لكن دائما بالنسبة للمسلم بهذا المنطق الذي يجمع بين هذين الأمرين في ثنائية متكاملة لا تناقض فيها ولا اختلاف، بل الشهادة ترجمان عالم الغيب، عالم الشهادة ترجمان عالم الغيب، فالمؤمن يتصرف بهذا التصرف. والذي استرى خريطة الغيب سبحانه وجعل لها نتائجها في الشهادة إنما هو رب العالمين، ولذلك ليس دون الله جل وعلا شيء يمكن أن يتدخل في أمر ملكه وملكوته. ولذلك قرأت الآية: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الكفاية بالله، يعني لأنه الإنسان حينما يسارع إلى الحرام الله سبحانه وتعالى أعطاك مقادير، رزقك هو رزقك، باش توضح الصورة أكثر بحول الله عز وجل، رزقك هو رزقك، لكن أتيحت لك فرصتان لكسبه. إن الناس بزاف كيغلطوا كيقول هذا الشر وهذا الفساد وهذا الإجرام أو هذا الانحراف مكتوب عليا، يعني صحيح مكتوب، لكن ما معنى الكتابة والقدرية ها هنا؟ لا إلزام فيها، وإنما هو علم الله السابق أنك ستفعل، ولكن ربي سبحانه وتعالى قدر الحدث وقدر الفعل وقدر الرزق وأعطاك هذا الاختيار، أعطاك أن تسلك إليه احتمالين أو مسلكين. يعني نعطي مثال: إذا كان رزقك مثلا 100 بعدد، يعني بما شئت أن تعده 100، هذاك 100 في ذاك اليوم سيصلك، وإن الرزق لا يتبع العبد كما يتبعه أجله، الحديث الصحيح. لكن تعطيك الاختيار، ألهمت الفجور والتقوى فيه ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فين كاين الاختيار؟ في وسيلة الكسب، في الطريقة باش توصل. ففتح لك باب الخير وفتح لك باب الشر ابتلاء. هذه الأرض عالم الشهادة عالم الابتلاء، ليدخل الجنة من دخلها وليدخل الأخرى عافانا الله وإياكم منها من دخلها. فأنت آنئذ تختار أن تسلك إلى رزقك المقدر لك، لن يزاد فيه ولن ينقص، لك الاختيار في أن تسلكه من باب الخير ومن باب طاعة الله، ولك أن تسلكه من باب معصية الله، أي تعطت لك القدرة باش تدير الشر وتعطت لك القدرة نفسها باش تدير الخير، وأنت الذي تختار وتتحمل آنئذ مسؤولية اختيارك. ولذلك يجي إبليس ويخوفك: الشيطان يعيدكم الفقر، يقول لك ما يمكنش إلا ما درتش هذه الطريقة وما خديتش هذه الرشوة وما اغتصبتش بهذه الطريقة وكذا وكذا وكذا، فإنك لن تصل إلى هذا العدد اللي هو 100، ويوهمك لا، العدد 100 ستصله قطعا. فجرب نفسك في طاعة الله وصد عنك باب الشر، وقل للشيطان لا، كلا، وافتح أبواب الخير على نفسك. سيصلك العدد نفسه، لكن ببركات وبزكوات، يكون مبارك، لأن الرزق الحرام ممحوق لا بركة فيه، والرزق الحلال طيب مبارك، يبارك لك فيه وفي وجوه استعماله، فيفتح لك باب الخير
للرزق عينه، يعني صورة تتهيأ لك في صفتين: يطرق بابك رزقك المباح الحلال، فإذا لم تقنع به يجي الشيطان يقول لك هذا ما كافيش، راه يمكن تحصل أكثر، فتسد الباب وتطرد رزقك المباح، ينصرف عنك، ويعاود يجي هو النيت نفسه رزقك بالمقادير عينها، لكن في غير صورة الإباحة، هذه المرة في صورة الحرام. والشيطان يوهمك، يقول لك انظر كم هو ضخمون، رقم عالي جدا، أشكال، مناصب، مواقع، يوهمك توهيمات، فتفتح الباب والعياذ بالله، ولا يدخل عليك إلا المقدار الذي حدد لك، لأن خريطة عالم الشهادة قد رسمت منذ الأزل في عالم الغيب، والله عز وجل فوقنا جميعا رقيب، راه سبحانه يشوف في كل فرد على حدة، وهذا الذي يغيب عنا، هذه الكفاية بكل معانيها التي تتعلق بالصفات العلى للربوبية. يعني بديت توهم الإنسان كيقول لنا نقطة في وسط ملايير البشرية، يعني القدر فين داها فيها، سبحان الله عن ذلك علوا كبيرا. رب العالمين بسمعه وبصره وعلمه الذي لا يستطيع الإنسان أن يستوعب حقيقته ولا صفته الكاملة، وإنما كنأخذ هذه الألفاظ كما تلقيناها عن الله في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني نقترب منها قليلا لا أقل ولا أكثر. وإلا سمع السميع سبحانه، السميع سبحانه، السميع بالمعنى ديال الربوبية دياله سبحانه وتعالى، الذي يسمع كل نداء يصعد إليه أو ينطلق إلى غيره من شياطين الجن والإنس، ماشي غير في الأرض، في الملك والملكوت جميعا، من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، كل ينادي في نفس الزمان ونفس اللحظة وفي أماكن متفرقة، ويسمع جميعها صوتا صوتا، وسبحانه وتعالى يأخذ كل صوت مأخذ موقعه ومراده، فيغيث ملهوفا هناك ويجيب داعيا هنالك، من عالم الملك والملكوت نملة تستغيث ربها يسمعها ويجيبها سبحانه وتعالى برحمته، حشرة، إنسان، حيوان، أي مخلوق في اللحظة نفسها، لأنه لا تختلط عليه الأزمنة ولا الأصوات ولا الخلائق، لأنه سبحانه فوق الزمان، هو خالق الزمان وخالق المكان وخالق المخلوقات، لا يشغله شيء عن شيء. أنا وأنت يعني غير يتلقوا عليك جوج الناس كيتكلموا ما تستوعب حتى واحد، كتطلب من واحد باش يسكت ريسة ما تستوعب، باش عاد الآخر يتكلم بقار بسيط يجيو ليه 3 4 الناس يتلفوه، لأنه لا يستطيع أن يستوعب خطاباتهم جميعا، فيحتاج إلى ضربين من التريوث باش يسمع واحد على واحد. ولذلك احنا عندنا مشكل، كنقيسوا سمع الربوبية وعلم الربوبية وإبصار الربوبية على المعاني ديالنا احنا، يعني كنبدا نتوهموا أن الله يسمع كما نسمع ويبصر كما يبصر ويعلم كما نعلم، وهذا غلط كبير جدا. الربوبية شيء مطلق خارج العقل البشري، فوق الزمان فوق المكان، سبحانه هذاك رب العالمين. إذا ما كانش هذه حقائق الربوبية فلما نعبدوه ونخضع له؟ عقول بشرية جبارة في الفكر وفي أمور كثيرة جدا تصل إلى حدودها فتعجز عجزا مطلقا، وآنئذ وجب عليها إذ عجزت أن تسجد لله الذي لا يعجزه شيء. ولذلك قال يعني الإنسان جاهل، أليس الله بكاف عبده؟ واحد السؤال فيه إنكار وفيه تعجيب، يعني العجب من هذا بنادم، تعجيب وإنكار على هذا الجهل العميق الكبير بالله، خاصة من الإنسان المسلم، لأنه خطبه هو بالدرجة الأولى. هذه الآية كتخاطب المؤمن، أليس الله بكاف عبده ديالو، عبد ماشي أي واحد. صحيح هو كاف لكل الخلق، ولكن أولى بالتحقق من هذا الخلق ومن هذه المعرفة ومن هذا المقام عبد الله اللي هو المسلم.
فما الذي جعل المسلم إذن يشك في قدرات الله؟ ما الذي جعله يضطرب حتى يفقد الثقة بالله كليا أو جزئيا فيسارع إلى فتح أبواب الحرام عليه؟ ربي قادر. هذاك الوسواس وهذاك الهم اللي راه مأرقك باش انت فتحت الأبواب ديال الحرام عليك، هذاك المراد وذاك المقصود. لو طرقت باب الله صادقا لفتحه لك. لا تشك في الله، أليس الله بكاف عبده؟ فالشيطان وشياطين الجن والإنس يخوفوك، يقول لك لا، إلا درت هذا غادي يقطع لك رزقك، هذا غادي يفعل بك كذا وكذا، ويخوفوك ويخوفونك بمن؟ بالذين من دونه، اللي قل منه. لأنه كل ما يخوفونك به خلق من خلق الله، فكيف تجعل في مقام واحد رب الملك والملكوت مع المخلوقين الذين هم فقراء أيضا إلى الله؟ ويخوفونك بالذين من دونه، مقارنة سيئة وغرور كيوقع الإنسان وجهل. رب العالمين مستو على عرشه يدبر أمر مملكته بقدرته وسطوته وعلمه من فوق 7 سماوات، محيط بكل شيء. ويجي مخلوق يتلفك على هذه الحقيقة الدينية والعقيدة الإيمانية الراسخة، فيجعل لك اضطرابا في عقيدتك، ثم بناء على ذلك في سلوكك وتصرفك، وتفتح أبواب الحرام عليك من خوارم الأخلاق والمروءات ومحرمات الأرزاق ومدمرات الأعراض، مما مرجعه جميعا إلى هذه النقطة. والمسألة في نهاية المطاف مسألة هداية، ولذلك عقبها هكذا: ومن يضلل الله فما له من هاد. مسألة هداية، من هدي إلى الله جل وعلا أكسبه الله سبحانه وتعالى معرفته. هذه صلب المعرفة بالله، هذا عمق التوحيد الذي جاء به القرآن الكريم وعلمه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للبشرية أجمعين. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الراشدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والسلام. الذي يقرأ القرآن يجد هذه الحقيقة راسخة فيه، بدءا بسورة الفاتحة وانتهاء بخواتيم القرآن الإخلاص والمعوذتين. القرآن راه من البداية لا توجد سورة تخلو من هذه الحقيقة. كاين السورة اللي ما فيهاش هذه الحقيقة الكبرى، تبع القرآن الكريم كله، والصور الكبيرة فيها محطات كلها تتحدث عن هذا. يعني آيات كثيرة، لو تقرأ سورة البقرة أو آل عمران أو أي سورة من السبع الطوال تجد عشرات الآيات بدون مبالغة، عشرات الآيات كلها تتحدث عن هذه الحقيقة، حقيقة الكفاية بالله، ليس بالضرورة بلفظ الكفاية ولكن بالمعنى، معنى هكذا القرآن، من تقرير الحمد لله رب العالمين بما هو رب العالمين إلى توحيد الله بالإخلاص والتعرف إلى مقام الصمدية، وهو المعنى ديال الاستعاذة حينما نستعيذ بالله في السورتين المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولذلك المؤمن البصير حقائق القرآن وهي ماشي معقدة، راه بسيطة، خص غير القلب يكون عنده انفتاح على الله، ينفتح قلبك وروحك على شلال القرآن فيتنزل عليك بالمعاني الرحمانية. يكفي تعرف المعاني العامة، ما تحتاجش للدقائق والتفاصيل ديال الآيات، هذاك شغل العلماء. لا، نحن في حاجة فقط للمعاني العامة لأنها ميسرة لهذا المعنى. القرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حقائق التدبر والتذكر باش القلب يعمر بالإيمان والحقائق الإيمانية لا يحتاج إلى علم غزير، وإنما يحتاج إلى صدق غزير وإقبال على الله صاف. وقد رأينا ونرى دائما عوام عندهم من الإيمان ما لا تجده عند بعض الخواص من أهل العلم بسبب فارق الصدق في الإقبال على الله توحيدا وإخلاصا. الصمد سبحانه جل وعلا
أردت أن أتحدث عن هذا الجانب مثلا مبسطا، لأن الناس كل الناس من المسلمين يقرأوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الوحدانية والفردانية التي تقرر هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن كما قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، موجودة قلت في كل القرآن، وهي من الآثار ديالها تخرج الكفاية، هي منها يخرج هذا المعنى الذي قرأناه قبل: أليس الله بكاف عبده إذا اتخذته صمدا فعلا وجدت الكفاية مشاهدة، فتوجدها وتشوفها بعينك، لكن لو اتخذته صمدا. الصمد في العربية القديمة كانوا العرب يطلقوا على الحاجة اللي يلجؤوا لها في الفزع. الإنسان من اللي يخاف أو يترهب من عدو بشري أو حيواني وحش مفترس، الإنسان العربي يهرب في الفلات والصحراء، عادة يصعد إلى الجبال. هذه الجبال حينما تكون لها طبيعة صخرية، حجر صلدة ملساء، تسمى صمدا عند العرب. صمد إلى صخرة، هذه الصخرة يسموها صمد، تكون عادة كدية كبيرة على رأس الجبال، يصعب جدا التسلق إليها، ولا تستطيعها الوحوش والحيوانات لأنها تنزلق وتسقط ولا تستطيع أن تتسلقها. يعني الإنسان كيوجد الأمان ما يطلع فوق ديك الحجرة، صخرة عظيمة جدا، كيوجد الأمان، يعني النفس ديالو كترتاح لأنه يعتقد ويظن بأنه قد آمن إذ صمد إلى هذه الصخرة، فهي صمدوه بهذا المعنى اللغوي العادي. والقرآن كله مخوذ من كلام العرب، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. سمى نفسه الصمد بالتعريف، الذي إذا صمد إليه العبد، يعني صمد إليه، من هنا جت كلمة الصمود، يعني يستعملوها في العربية المعاصرة، يعني الثبات كذا إلى آخره، كلها جاي من هذا الأصل هذا. إذا صمد العبد إلى الصمد شعر بالأمان الحق والضمان الكامل، لأنك صمدت إلى صمد لا تستطيعه الخلائق جميعا من الإنس والجن، يعني عندك الضمان الكامل. الله الصمد بهذه الجملة الاسمية القوية العالمية، الله جل وعلا بما هو الاسم العلم الجامع لكل الأسماء الحسنى ولكل الصفات العلى، هو سبحانه دون سواه الصمد، اللي إذا مشيت له ودقيت بابه وفتح لك سبحانه وتعالى تهنى، لن تجد بعد ذلك أرقا ولا فزعا ولا خوفا ولا عدو يستطيع الوصول إليك، لأنك استجرت بمن يجير الكون كله. يعني والله هذه الآية أو هاتان الكلمتان، الله والصمد، الله الاسم الكبير والصمد اسم صفة من الصفات دياله، لهما أثقال في هذه الصورة من السماوات والأرض جميعا. غير جوج كلمات، ماشي قل هو الله أحد كلها، لا، غير جوج كلمات فقط منها، الله الصمد لا أثقل من السماوات والأراضين جميعا. مش غير هكذاك، رب العالمين قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لأنه كلام الذي إذا صمد إليه عبد من عباده أمن الأمان التام، وصار قويا بقوته غنيا بغناه سبحانه وتعالى، أقوى مخلوق في الأرض من تحقق من مفهوم عبد الله، اللي تحقق فعلا من هذا المعنى ديال جعل من نفسه بالمجاهدة دياله بالصدق دياله عبد لله، فهو أقوى مخلوق وأغنى مخلوق، لأن الله يتجلى عليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وهو القوي فيكون عبده قويا بهذه الإضافة، وهو سبحانه وتعالى الغني فيكون عبده غنيا بهذه الإضافة، وهلم جرى من كل معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أذن للمسلم أن يستفيد من بركاتها وأنوارها كلما كان عبدا لله.
وماشي غير هكذاك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا فقال إني أختار أن أكون عبدا رسولا أو عبدا نبيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المليح، لأن مقام العبدية هو أقوى مقام وأعلى مقام يمكن أن يصله الإنسان المؤمن على وجه الأرض على الإطلاق. فهذه الصمدية العالية الرفيعة التي إذا وقعت أنوارها وحقائقها الإيمان بقلب العبد اعتقد فعلا أن الكفاية إنما هي بالله وبالله وحده وبالله وحده. فلذلك إذن نحن في حاجة إلى إعادة قراءة القرآن وتدبره من خلال هذا المنظار الرباني الصافي الجميل، وإعادة ترتيب حياتنا اليومية على وزانه. يعني اقرأ كتاب الله تستفيد علما غزيرا بالله جل وعلا، وعاود اقرأ حياتك اليومية، رتب أمورك بناء على هذا في أكلك وشربك، في نومك، في يقظتك، في عملك، في علاقتك مع مستخدميك ومع رؤسائك ومرؤوسيك، في علاقتك مع المؤسسات الاجتماعية والسياسية والإدارية، في علاقتك مع الأفراد، مع كل شيء مع كل شيء مع كل شيء. وأنا إذن استطعت تحدد الاختيارات ديالك، يعني التصرفات ديالك بناء على معنى كونك عبدا لله، وتجد أن الكفاية بالله تنير قلبك وتهدي سبيلك، ثم قبل ذلك وبعد ذلك تجعلك مطمئنا تمام الطمأنينة. ما عمر ما يشدك الخوف ولا القلق ولا الأرق من أنك لو فعلت لكان ولو لم تفعل لكان، كلها وساوس الشيطان. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في مجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا رفعته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مدينا إلا أغنيته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل منا أحدا يسألك حاجة من حاجات الخير إلا قضيتها له يا أرحم الراحمين، بعفوك وبغناك وبفقرنا وحاجتنا إليك. لا ملجأ لنا منا إلا إليك، ولا منجا لنا منك إلا بك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. سبحانك سبحانك أنت الملك القدير، سبحانه رب السماوات والأرض. فأكرمنا برحمتك وأدخلنا في عفوك يا من هو العفو الغفور، يا من هو العفو الغفور، ويا من هو الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا نسألك به وبأسمائك الحسنى جميعها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم ثبتنا به واهدنا به وداونا به وأغننا به وانصرنا به يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم استر عوراتها، اللهم أمن روعاتها وأطفئ نيران فتنها في مشارق الأرض ومغاربها، واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم، وخذ بنواصينا إلى دينك القويم، وثبت قلوبنا أجمعين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونجنا اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، مقبلها ومدبرها، واجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده المولاي الحسن، اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله من الصالحين المصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وأدم على هذا البلد أمنه واستقراره وزده صلاحا وفلاحا. اللهم ونجيه من الشرور أجمعين وطهره من الفتن كلها
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.